السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أماني، أخصائية تخاطب وتنمية مهارات وصحة نفسية. أهلا بكم في قناتي يوميات تحدي المشاكل. برحب بكل السادة المشتركين في القناة، أهلا وسهلا بكم، نورتوا القناة. يا ريت بقى اللي داخل جديد القناة ياخد كده لفة في القناة هتعجبكم لأن القناة متنوعة. النهاردة فكرة الفيديو فكرة مختلفة شوية عن الفيديوهات اللي فاتت، هي فن اختيار شريك الحياة. الحقيقة ان الموضوع ده مهم جدا، عشان كده هنعمل حلقة عنه النهاردة. اول حاجه من فن اختيار شريك الحياه يشبهني في المميزات بتاعتي. يعني مثلا يبقى كريم زيي، يبقى عنده حس فكاهي زيي، او متقارب مني، مش لازم زيي بالظبط نفس الدرجه، يبقى متقارب مني في الميزه دي. يبقى كريم زيي او عنده حس فكاهي زيي مثلا، يعني احنا بندي امثله. عنده هوايات تشبهني، مستوى الدراسه بتاعته زيي او قريب مني، عمله زيي. تاني حاجة يكملني في الناقص، يعني مثلا هو بيشتغل وانا مش معايا فلوس وقاعد في البيت، قاعدة في البيت كده، يعني بيكمل الحاجة الناقصة اللي عندي. تالت حاجة يدعمني. رابع حاجة يساندني، لو بدرس يدعمني حتى لو بالكلام، يشجعني على دراستي، يساندني ان اكمل استمر سواء في الدراسة سواء في الشغل، يدعمني ويساندني، يساند احلامي حتى لو بالكلام. رقم 5 يحترمني، يحترم وجودي معاه، يحترم غيابي قدام عينيه، يحترم كلامي، يحترم احلامي، يحترم طموحاتي. رقم 6 يقدرني، يقدر مجهودي وتعبي في أي حاجة، سواء في البيت أو في الشغل أو في الدراسة، أيا كان بقى الحاجة اللي أنا بعملها دي. رقم 7 مستعد يتنازل علشاني. يعني إيه؟ مستعد يتنازل عن جزء من وقته معايا عشان أشتغل أو عشان أدرس أو عشان أحقق حلم معين أو طموح معين أو أمنية نفسي أعملها. أعمل مشروع معين، يشجعني ويدعمني ويقدرني ويحترمني ويتنازل علشاني. رقم 8 يتحملني لو اتعصبت عليه، يتحملني لو اتعصبت عليه او اتضايقت او نكدت، يكون عنده كده صبر ومصابرة وقوة تحمل. رقم 9 متغافل، يعني ايه؟ مش كل موقف تافه او كلمة تافهة يمسك فيها او يكبرها او يضخمها او يعمل عليها موضوع كبير، بيعدي كده الحاجات التافهة والهايفة. رقم 10 مش سريع الغضب، لان في نهي عن الغضب، الرسول قال لا تغضب. رقم 11 ليس ضراب، مش كل مشكلة يحلها بالضرب، يعني اي حد يضايقه او يعصبه او مش ماشي على مزاجه او هواه يقعد يضرب فيه. الفكرة اللي بعد كده رقم 12 يكون في توافق فكري، توافق ثقافي. التوافق يعني يبقى قريب مني، مش لازم يبقى زي بالظبط، يعني لو ما لقيتش اللي زي بالظبط يبقى في تقارب كده بيني وبينه. توافق فكري، توافق ثقافي، توافق مادي، توافق اجتماعي، توافق ديني، توافق عاطفي، توافق نفسي، توافق عمري، يعني قريب مني في العمر، مش لازم يبقى زي بالظبط علشان ما تحصلش مشاكل، لان بيبقى فيه ساعات فروق كبيرة بين الفروق الكبيرة في العمر، بتبقى احتياجاته في السن ده غير احتياجاتها في السن ده، يعني احتياجاتها في 20 غير احتياجاته في 60 او 70، فبتحصل مشاكل بسبب اختلاف الاحتياجات الكبير. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة واعملوا شير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.